السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الفل على الحلوين. من يومين عملت بوست على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك وسألت سؤال: هل التفريغ النفسي للأمهات ضرورة ولا رفاهية؟ في ظل إجاباتكم المتضاربة، أو يعني كان معظم الإجابات بتدور حوالين إن هو ضرورة. والحقيقة التفريغ النفسي للأمهات ضرورة بحتة بحتة. ليه؟ الأم اللي مش بتمارس التفريغ النفسي، اللي هي حاجات تدلع بيها نفسها، حاجات تفصل فيها في دورها كأم، أنا بعملها وأنا فلانة بس، لا أنا أم ولا أنا زوجة ولا أنا أخت ولا موظفة ولا أي حاجة، أنا فلانة ونقطة. فالحاجات اللي بعملها وانا فلانه ونقطه دي اسمها التفريغ النفسي، يعني حاجات بعملها من غير مسؤوليات خالص، من غير التزام خالص. التفريغ النفسي ده يقال ان الرجاله اشطر من الستات في التفريغ النفسي، لكن الحقيقه الامهات اللي مش بتمارس التفريغ النفسي انا بعرفها من اول سياق الجلسات بتاعتنا في الارشاد التربوي. الاقي مشاكل مع الولاد، مشاكل في التواصل النفسي في البيت مولع نار حرب بينها وبين اولادها، البيت سخن جدا، اصل العيال بتغيظني، اصل العيال بتشوف انا بتضايق من ايه وبتعمله، اصل هي مش مستحمله اخطاء العيال العاديه، حاسه ان انا ام فاشله، مفيش فايده، الدنيا بايظه، عيالي بايظين في كل حاجه. اول ما بلاقي الدنيا سخنه كده، فاول سؤال بساله وبقوله: هو اخبار التفريغ النفسي ايه يا ماما؟ تقول لي: اصل انا مشغوله، اصل انا مش لاقيه وقت. ما هو ما فيش عربيه مهما كانت جامده جدا وفول اوبشن وهتمشي من غير بنزين، ما انت مش هتمشي، مش هنشوف الاوبشن بتاعتها، احنا مش هنستمتع بيها اصلا. فكون ان انت ام زي الفل وجامده جدا وما فيش منك اتنين، احنا مش هنحس بكل الايجابيات دي لو حضرتك مش بتمارسي انسانيتك كانسان، ان انت تفصلي ولو شويه. ما فيش حاجه اسمها اصل امتى، اصل جوزي، اصل هو ما بيخلينيش، لا، دي مش شغلته. مفيش انسان شغلته انه يريح انسان تاني ويمارس له حاجه من اساسيات الحياه اللي هي التفريغ النفسي. تمام؟ الكلام ده مش هيعجب الستات، لكن دي حقيقه. الحقيقه يعني ايه؟ يعني جوزك عمل كده كتر خيره، ما عملش، دي شغلتك انت شغلتك انت اللي تفصلي. الفصل ده اصله اساسه عقلك، مش الحاجات اللي بتعمليها بس. هو اصله انت هنا بتعرفي تفصلي ولا لا؟ ما انت ممكن تاكلي شوكولاتايه وتعملي كده، بس بتفكري في الاكل اللي على البوتاجاز والغسيل اللي عايز يتنشر والمشكله اللي مع جارتك. طب ما انت كده ما فصلتيش، مين هيساعدك؟ لو دماغك دي ما بتعرفش تفصل، مين هيساعدك؟ فلازم انت اللي تعرفي انك لازم تمارسي التفريغ ولو مره اسبوعيا. طيب، ضروري جدا ضروري جدا. هل في غنى عنه؟ لا. هل ينفع ما عملوش وهبقى كويسه؟ لا. لازم عقلك اللاواعي يوصل له انك بتعملي بعض المهام بصفتك فلانه ونقطه، يعني من غير ادوار، من غير ماما، من غير زوجه، من غير اخت، ابنه، لا، من غير حاجه. بتعملي حاجه كده nothing box، يعني بتعملي حاجه بلا هدف، حاجه ليكي انت بس. تمام؟ اعمل ايه علشان امارس ده؟ خليني الاول اقول لك الام اللي مش بتمارس التفريغ النفسي بيحصل فيها ايه. اولا، قطتها جمل. قطتها جمل بالمصري لاخواتنا العرب معناها انها بتكبر المشاكل قوي، مش بتدي الامور حجمها. تمام؟ تقبلها لاخطاء الاولاد العاديه، الاطفال العاديه، بيقل، فهي حقيقي بتبقى مش طايقه نفسها. فاللي بيكسر كوبايه، العيال اللي بتتخانق مع بعضها، العيال اللي بتبرطم، العيال اللي بترد، العيال العناديه، العيال اللي ما بتسمعش الكلام، العيال اللي بتدلق الحاجات، العيال اللي مبهدله البيت، كلها اخطاء طفوليه عاديه. تقبلها للاخطاء العاديه بيقل جدا. رقم 2، سقف توقعاتها بيزيد. مش انا بقى مضيعه عمري علشان حضراتكم تتربوا، يا ريت البعد يتربوا. فاحساسها بان هي مقدمه كتير بيخليها سقف التوقعات بيزيد. يعني افتكرت ام مره بقول لها: المثاليه اكذوبه يا ماما، مفيش طفل مثالي علشان مفيش انسان مثالي اصلا، لا انا مثاليه ولا عيالي مثاليين. قالت لي: لا 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 خالص، انا مش عايزه ابني مثالي، انا عايزاه يعمل الحاجات العاديه خالص. قلت لها: طب انا عايزه اخد فكره عن الحاجات العاديه دي ايه؟ قالت لي: ابدا، يصحى من نومه كده رايق وبيضحك ولطيف من غير كآبه، يسمع الاذان يقوم يصلي، يروح مدرسته ويجي يذاكر ويخلص دروسه كلها وواجبات الدروس من غير شقاوه، يلعب كده لعب هادي من غير حركه وهيبره في البيت، يلعب مع اخواته بلطافه كده وبحب من غير خناق، اقول له على حاجه يسمعها، اطلب منه حاجه يقول لي حاضر، بس يروح التمرين ويرجع من التمرين ويسمع كلام الكابتن، ياكل الاكل الصحي اللي بعمله، بس يعني انا مش عايزاه مثالي. امال هي ايه المثاليه؟ يعني لو بقى مثالي هيعمل ايه اكتر من كده؟ يا جماعه، سقف توقعاتنا بيزيد لما احنا بنقدم كتير غصب عننا.
فالحل في ده، سيبك من الواد بقى خالص، تعالي معاكي انت بقى، ركزي لي فيكي انت شخصيا. تمام. فالتفريغ النفسي ضروره مش رفاهيه، من غيره احنا بنعك في التربيه، من غيره انت بتولعي في البيت على شويه ميه تدلقوا، مش لانك اوفر، لانك فعلا مش مستحمله. عارفين المثل اللي بيقول لك ايه؟ افضل كده حوش حوش لغايه ما تعيط لو الشاي جالك من غير سكر. هو كده، هي بتبقى مش مستحمله حاجه. فمهم ان انت تمارسي التفريغ النفسي على الاقل مره اسبوعيا. بمارس فيه ايه بقى؟ اولا هاتي كشكول حلو كده شكله حلو، اشتريه واكتبي عليه اسمك، ده بتاعك. افتحي اول صفحه في الكشكول، تمام، وابداي اكتبي لي الحاجات اللي بتبسطك، حاجات بفلوس وحاجات من غير فلوس، حاجات جوه البيت وحاجات بره البيت، حاجات بتعمليها لوحدك وحاجات بتعمليها مع الاخرين. تمام. حاجات كتير، اعملي صفحه 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 صفحه، حاجات بفلوس وحاجات من غير فلوس، عشان لو انت معكيش فلوس ما تقوليش خلاص اصل كل الحاجات دي محتاجه فلوس. لا، ممكن اشرب كوبايه قهوه واطلع فنجان من النيش وازوقها واحط جنبها شوكولاته وارفع رجلي كده على ترابيزه الانتريه وارجع راسي لورا وكلهم نايمين وافصل. حاجات جوه البيت، اسمع مزيكا، اسمع قرآن، اسمع حاجة بتعجبني، اشغل حاجة وارقص عليها، اي حاجة، يعني اي حاجة من قبيل ان انا اهدى كده مع نفسي. حاجات بره البيت، اتمشى، اروح الجيم. تقدري تتمرني اتمرني، مش قادره تتمرني وركبتي وجعاني ولسه قايمه من ولاده ومش عارف ايه، اعتبريها حنه شيماء واقعدي سقفي معاهم كده في الزومبا. مش لازم، المهم اعملي حاجه لنفسك، يعني اتمشي، روحي المول، اشتري حاجه بسيطه ليكي، اعملي، قابلي ناس اصحابك، اقعدي في كافيه اشربي حاجه، اتغدي بره لوحدك، قابلي ناس اصحابك، اتكلمي مع واحده صاحبتك في التليفون. اي حاجه من شانها ان انت تتبسطي، ان انت تفوقي، ان انت تحسي انك بتعملي حاجه لنفسك ونقطه، يعني مش لنفسك وحاجه، لنفسك ونقطه. تمام. كتبتي بقى الورقه دي، ابداي اختاري منها حاجات على حسب الظروف. انا جوه البيت مش هقدر اخرج، خلاص يعني استخدمي الحاجات اللي جوه البيت. هقول لك على تip حلو قوي، ركزي في الحاجات اللي فيها الحواس الخمسة، اللي هي مثلا حاجات تتاكل، شوكولاتة، حاجة معينة بحبها، نوع حلويات بحبه، حاجات شبه كده، حاجات تتشم، برفان، لوشن ليه ريحة معينة، شاور طويل ادخله واخد والعب بقى واعمل بابلز كده في الحمام وافصل كده، مزيكا اسمعها، مثلا حاجة تلامس جلدك، يعني مثلا بيجامة جديدة، حاجة شكلها حلو. عشان كده الستات بتفصل لما تروح كوافير، عشان كلها حاجات حسية، قص الشعر والصبغه وتغسلي شعرك وتعملي ماسكات وميك اب وبتاع، فكل ده حاجات حسيه، فتحسي ان انت فوقتي وعملتي حاجات لنفسك. روحي الكوافير، حاجات كتير كتير، اكتبي لستة طويلة علشان كل اسبوع تطلعي منها واحدة على حسب الظروف المتاحة. التفريغ النفسي مهم جدا 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 يا كل ام بتسمعني، حاجة مش رفاهية، اساسية في اتزانك النفسي مع نفسك ثم مع اولادك. جربوا التفريغ النفسي ومارسيه لفتره، لانك اول 3 4 مرات هتحسي ان انت مقريفه ومش مرتاحه لانك مش متعوده، وبعد كده عقلك اللاواعي هيصدق وهيفهم انها مش مقلب ولا حاجه، وان انت فعلا بتعملي كده، فهيكمل معاكي ويديكي اشارات الانبساط والارتياح وكل الحاجات الحلوه. دمتم تربويين يا رب يا رب في افضل حال دايما. ماجدة عمار، احنا بتوع تربيه.